السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين اخواتي؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو نتوما باحسن الاحوال ان شاء الله. كنرحب بكم كاملين وكنشكركم جزيل الشكر على المتابعة. اليوم ان شاء الله نقترح عليكم حلوى لشرب الشاي او حلوة العشر دقائق، دوز سهل وسريع بدون دقيق ابيض. بيضة واحدة، مكونات اللي جد بسيطة، كيجي رائع هشيش ورطب وزوين هكا تحضروه الكوتي او لا نديروه في الغفله. نتمنى ان شاء الله تبقوا معي حتى لاخر الفيديو. ما تنسونيش من اللايك، الله يجزيكم بكل خير. بسم الله على بركه الله. غنبدا معكم في المقادير والطريقه. عندي هنايا حبه ديال البيض اللي تكون من الافضل اللي كانت بالحجم الكبير. غادي نضيف عليها نص كاس ديال السكر سنيده، اي السكر الخشن. هنايا كنعبر بالكاس ديال العنبه اللي القياس ديالو 150 ملي. غادي نضيف رشيشه ديال الملحه، وغادي نضيف كيس ديال سكر فاني للتنسيم. قياس ديال كاس العنبه عفوا 150 غرام. صافي هنايا غادي نخلط مزيان هذيك البيضه مع السكر حتى كنتخلط ديك البيضه مع السكر في العاده بالضراب اليدوي. ضروري كنخدموها مزيان هذيك السكر سنيده، كنحاولوا كنخدموها حتى كنحسوا باللون ديال البيض بدا كيتغير. ضروري هاد المرحله كنخدموها مزيان باش كنتحصلوا على نتيجه اللي زوينه، ما كتبقاش سكر سنيده في الخليط هكاك محبب. صافي. وهنا غادي نضيف نص كاس ديال زيت المائده، فوت نص كاس واحد شويه، يعني نص كاس وفيه واحد شويه. صافي. وغادي نخلط كذلك داك الزيت مزيان مع الخليط، وغادي نضيف هذا المكون اللي كيعطينا الهشاشه لهاد الحليوه هذه او لهاد دوز اتاي. ضانب ديال الفاني، هاد السائل هذا كيعطينا واحد المذاق رائع. يوغورت سائل كيجي زوين في المذاق وكيعطينا واحد كتجي هاد الحليوه هشيشه ورطبه بزاف. ما غنحتاجوش نهائيا نستعملوا فيها الدقيق ولا الكونفيتير، فقط غير بهاد طلب هذا السائل او اليogurt السائل كيعطينا واحد الفرق رائع بزاف بزاف. صافي. هنايا من بعد ما خلطت السوائل كاملين في الاول غادي نزول الطراب اليدوي وغادي نضيف هنايا الدقيق ديال الفينو. الدقيق الصلب ولا دقيق القمح. غادي نضيف 2 كيسان في الاول كيف كتشوفوا. غادي نضيف عليهم واحد الكيس ديال الخميره ديال الحلويات البيكن باودر فئه 8 غرام او 7 غرام، يعني بحال بحال. صافي. هنايا غادي ندوز مباشره غادي نخلط هاد المكونات. نخلط بالايد ديالي باش كنتحكموا دائما في الخليط ديالنا وكنحاول بحال اللي كندلكها. هنا درت هذوك 2 كيسان في الاول وغادي نزيد الكاس الثالث غير شويه بشويه، ما كنضيفوش دفعه واحده على حساب دقيق الفينو راه كيتشرب. صافي. هنايا ضفت 3 ديال الكيسان ديال الدقيق ديال الفينو. صافي. وكنبدا نخلطها بهذه الطريقه هذه كيف كتشوفوا، بحال اللي كنحاولوا كندلكوها باش كتجي هاد الغريبه ديالنا مشقه وكتجي معلكه وراها بسرعه كتشرب. يعني الدقيق ديال الفينو راه بحالو بحال السميده. كاين شي نوعيه بسرعه كتشرب، هذاك الكاس الثالث ضيفوه غير شويه بشويه، ما تضيفوش دفعه واحده حيت راها بسرعه كتشرب. يعني انا خليتها خفيفه شويه يعني باش تجينا الحلوه ديالنا خفيفه وهشيشه ما تجيش ناشفه وقاصحه من الداخل. كنخليوها هكا خفيفه شي شويه. نتوما الخليط كيف كيبان لكم راه باقي خفيف شي شويه. صافي. غطيت هنا بواحد الكيس بلاستيكي غير على ما غسلت يدي وجمعت دوك الماعن هكا فاش خدمت، وجيت هنا مباشره كنت خديت واحد شويه ديال الكاوكاو هذاك الصغير الحمر، طحنته هو خضر بالقشور ديالو، هرمشته وصافي. وجيت مباشره هنايا بديت كنكور الحلوه ديالنا بهذا الشكل هذا. انا وريتكم هنا القوام ديال الخليط، يعني ما تقصحوش العجينه. هذاك الكاس الثالث تقدروا كيف قلت لكم تدخلوه كامل او لا ما تكملوش على حساب النوعيه ديال الدقيق الفينو. صافي. وكندوز هنا كناخذ شويه ديال الماء الزهر او الماء غير باش كندهنوا يدينا باش ما تبقاش تلصق لينا.
هذاك الخليط في الايد ديالنا. كندوز كناخد هنايا كويرات بهذا الشكل هذا، بغيتهم كبارين اولا صغارين. هاد الحليوات هادو انا درتهم شويه هكا متوسطين، كندهن ديالي بالمزر اولا بالماء اللي بغيتو، وكناخدو كويرات من الخليط كنكوروها وكنبسطولها ونفندو لها الوجه ديالها في داك الكاوكاو اللي هرمشنا صافي. وكنستمر هكا حتى كنكملو الخليط ديالنا. ما شاء الله هاد الكميه هادي راه عطاتني كميه وفيره، يعني غير بيضه وحده وبلا زبده وبمكونات اللي بسيطه، وكتعطينا واحد الحليوه هكا اللي بكميه لا باس بها. صافي كنستمر هكا كندوز وندهنو يدينا بشويه ديال الماء اولا ماء الزهر، وكناخدو كويره من العجين كنفند لها غير الوجه ديالها، وكنحاول نطلع داك الكاوكاو مع الجوانب ديال الحلوه باش كتجي حتى مع الجناب مزينه بداك الكاوكاو. ماشي غير في الوسط، يعني ملي كطيب كيبقى داك الجانب ديال الحلوه ما مزيانش، كتجي مزيانه غير من الفوق. من الافضل كندوز حتى الجوانب ديال العجين. صافي كنديروها هنايا في اللاطه الفران، نفرش لها الورق ديال الزبده، ممكن ندهنوها غير بشويه ديال الزيت صافي. وكنحطوها هكا شويه متباعده. الفران راني شاعله عليه كيسخن من قبل ملي بديت نكور الحلوه. شعلت الفران كيسخن على 180 درجه، انا طيبتها في الفران الكهربائي، شعلت عليه من الفوق ومن التحت ودخلتها في الرف الوسطاني، والنار من التحت ومن الفوق. كيكون الفران سخون كتشقق كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي رائعه. ما تخليوهاش طيب بزاف بزاف هكا باش ما تنشفش معكم في الفران. صافي راها ما كتاخذش الوقت بزاف في الفران، كتجي مشقه. حتى الا طيبتوه في الفران ديال الغاز نفس الشيء، الا كان كيشعل الفران من الفوق ومن التحت سخنوه مزيان ونقصوا النار وديروه لاطا شعل عليها النار من الفوق ومن التحت باش كتجي بالشقه كامله وكتحمر وكيتحمر حتى داك الكاوكاو ما تيبقاش عطي داك اللون ديال الكاوكاو خضر المذاق صافي. وكان نطلعوها مباشره هكا تحمر من التحت واحد شويه، وتيكون هذا هو الشكل ديال الحلوه ديالنا ديال هذا النهار او دوز اتاي. حلوة 10 دقائق بدون زبدة وبيضة واحدة وبدون دقيق أبيض، كتجي رائعة كتجي معلكة وقرمشة ديال داك الكاوكاو اللي كنا نزينو به هاد الحلوة من الفوق، كيعطي واحد المذاق زوين بزاف. ممكن ديرو اللوز بلاصة كاوكاو اللي مكيبغيش كاوكاو، راها ما شاء الله كتجي غزالة في الشكل ديالها وحتى في المذاق ديالها بهداك الراب اللي درنا فيها كيعطيه واحد المذاق رائع زوين بزاف. كتجي هشيشة ورطبة معلكة من داخل. نتمنى ان شاء الله اخواتي تعجبكم وتجربوها. الا عجبتكم اخواتي ما تنسونيش من لايك الفيديو، الله يسهل عليكم. بسلامة عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله.